السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. أنا محمد عرفات، والنهاردة هنتكلم عن حاجة محدش بيحب يعترف بيها، حاجة بتيجي فجأة وبدون أي سابق إنذار، ممكن تحسسك إن أنت الوحيد في الدنيا اللي حاسسها، وغالبا أنت آخر واحد هيعرف إن عنده المشكلة دي. اضطراب القلق ونوبات الهلع. اول ما بتيجي في بالك كلمه قلق هتفتكر واحد مضغوط قبل مقابله شغل او قبل اي امتحان عنده، بس الحقيقه القلق مش كده خالص. هو زي سحابه سودة تقيله بتتحرك في صمت وبتملى العقل بافكار سودة وبتحسسك انك محاصر في سجن من غير لا باب ولا مفتاح. الشخص المصاب باضطراب القلق او بتجيله نوبات هلع او حتى نوبات اكتئاب ممكن يكون قاعد معاك عادي جدا بيضحك وبينكت، ومش شرط يكون على الصوره النمطيه اللي بنشوفها كلنا في الافلام والمسلسلات، المكشر ابو دقن مش محلوقه. لان القلق عنده ما بيبقاش مجرد احساس، ده بيكون وحش اسود كئيب بيجري وراه طول الوقت، وكل ما يحاول يهرب منه يلاقيه بيزحف عليه. والكلام ده في كل لحظه وفي كل مكان، سواء كان في الشغل، في البيت، سايق بيقضي مصلحه، بيجيله وبيفضل الشعور جواه. طيب يعني ايه قلق؟ القلق مش مجرد توتر، ده خوف من شيء مجهول، شيء ملازمك ما بيفرقكش في كل حته انت بتروحها. قاعد مع الناس عادي بتضحك، لكن جواك حاجه بتقولك في حاجه غلط، بتقولك ان الخطر قريب حتى لو انت مش شايفه. تفضل حاسس ان الدنيا دي ضيقه، ويجيلك احساس انك حتى لو ضحكت هتدفع ثمن الضحكه دي قريب قوي. العقل لما بيلعب لعبته وبتكون انت الضحيه. فالقلق بقى جزء من حياتنا كلنا، وكل ما تضغط على نفسك وتقول لا انا تمام تلاقيه بيرد عليك ويقول لك انت لا تمام ولا نيله، اخرج انت بس وانبسط وانا هنكد عليك في نص القعده. والموضوع ده منتشر واكتر مما نتخيل. فطبقا لمنظمه الصحه العالميه سنه 2019 كان في حوالي 970 مليون شخص حوالين العالم كله بيعانوا من اضطرابات نفسيه عامه، ولكن كان القلق والاكتئاب جزء كبير جدا من ال 970 مليون دول. وده ياخدنا بقى لنوبات الهلع، الشيطان الذي لا ياتي الا فجاه. نوبات الهلع مش بس نوع متقدم من القلق، لا ده مستوى تاني خالص من الرعب، حفلة الرعب الحقيقية. نوبة الهلع هي لما جسمك يقرر يعمل كل حاجة غلط في نفس الوقت وبدون أي سبب منطقي. فجأة الإنسان بيلاقي نفسه ضربات قلبه بتزيد، النفس ضيق كأنه عليه جبل مش عارف يتنفس، الجسم كله عرقان رغم إنه بردان، والدنيا حواليه بتلف زي المروحة، وتبدأ رجليه ترعش وعقله يبدأ يتناصح إن سكري بيعلى. طب هو بيوطى وبيحاول ينده على اي حد يلحقه، يتشاهد ويقعد في مكانه ويبص للناس اللي حواليه يلاقيهم عايشين عادي وباصين له مش فاهمين حاجه ولا فارق لهم، فيخاف اكتر. عيني تبدا تزغلل، خلاص انا بروح حد يعمل اي حاجه، ويلاقي ستاره سودة عماله تقرب عليه. دي جلطه دي؟ طب دي جلطه ولا ذبحه؟ هو في اصلا فرق ما بينهم؟ هو مش عارف هو في ايه ولا في ايه، بس اديه بيعرف. يبدا يغمض عينه، الناس كلها تساله مالك، وهو يجاوبهم بس بصوت مش طالع، انا تعبان انا تعبان. والستاره تبدا تقرب اكتر واكتر واكتر لحد ما يحس ان روحه بتتسحب منه. لكن فجاه كل حاجه بترجع طبيعيه عادي زي ما كان، ويفتح عينه بالفعل ويكتشف ان مفيش اي حاجه. عنده شويه صداع بس هو كويس. بس لا، هو مش مطمن، هو عنده حاجه وحاجه خطر، بس هو ما يعرفش هي ايه. يكشف ويحلل ويطلع مفيش حاجه، يعمل اشعه يطلع مفيش اي حاجه، يعمل فحوصات على القلب، يعمل اشعه على المخ، مفيش اي حاجه، جسمه سليم تماما. طب الله، امال في ايه؟ لا الدكاتره اكيد بيضحكوا عليه، الدكاتره اكيد مش فاهمين حالته او مشخصينه غلط. ويبدا الموضوع يتكرر مره ورا التانية، وهو عمال يخمن ويجي في باله كل اسباب الحياه والموت، ايه اللي ممكن يسبب ده. واللي يقول له دي نوبه هلع يقول لك لا انا اكيد ما عنديش نوبه هلع، مش شويه قلق اللي ممكن يعملوا فيا انا ده. وبيرفض يصدق ان اللي جات له من شويه دي هي بالظبط نوبه الهلع. الناس بتفتكر ان اللي عنده نوبة هلع ده هو مجرد انسان خايف، لا الموضوع مش كده خالص، ده جحيم على هيئة احساس، بتحس ان الموت اقرب ليك من اي وقت فات. ونوبة الهلع ممكن تيجي في اي وقت وبدون اي سبب، وانت سايق وانت وسط الناس، وتسيبك حاسس بالضعف والعجز لانك ما بتبقاش عارف ايه اللي بيجرى لك ده. ولو عرفت بتقعد تلوم نفسك وتجلد ذاتك، اشمعنى انا بالذات اللي بيحصل لي ده؟ طيب انا ممسوس، طيب محسود، بعدين تكتشف ان اصلا مين اللي هيحسدك وعلى ايه، فتخاف اكتر. طيب ليه اصلا بيحصل ده؟ المشكله مش في القلق، المشكله في الاسباب اللي بتؤدي للقلق ده. مش كل حاجه واضحه ومش كل سبب ملموس، اسباب كتيره ممكن تتسبب في القلق وحتى لو انت بتنكرها. ممكن يبقى وحده، ممكن يبقى ازمه عاطفيه، ممكن يبقى حد قريب مات، ممكن ازمه ماديه، وممكن جينات ووراثه، وممكن ضغوطات في الشغل، وممكن من هنا للصبح شيء شاغل تفكيرك وبيستهلك من وقتك ومن روحك وانت مش دريان ولا عارف اصلا ان هو موجود. وبتبدا الضغوط واحد ورا التاني لحد ما بتلاقي نفسك متحاصر وسط القلق ده. اوقات بيكون ممكن سبب تافه لكنه كفيل انه يضغط زرار الانذار اللي في دماغك ويحسسك ان في خطر. هتلاقي نفسك بتعرق وبتنهج، مخنوق وتعبان وانت مش عارف ايه اللي بيحصل. عقلك بيبدا يقنعك ان في حاجه غلط وان النهايه جايه دلوقتي حالا اهي، والحقيقه ان كل ده لعبه ما بين عقلك وجسمك وانت الضحيه اللي في النص.
ضحيه متحصره ومش عارفه تخرج من المتاهه. لان الانسان عامه لما بيخاف من اي شيء، يعني لو طلع لك وحش في الصحراء، او خلينا في سبب مرعب اكتر، يعني مثلا لو دخلت عليك المدام وقالت لك اديني موبايلك عايز اشوف فيه حاجه دلوقتي حالا، صدقني ده السبب مرعب اكتر من الوحش اللي كان في الصحراء. الجسم وكرد فعل تلقائي بيقوم بتحفيز الجهاز العصبي التلقائي او الاوتونوميك نيرفس سيستم، وده اللي بيتحكم في الوظائف الحيويه اللا اراديه اللي في جسمك زي التنفس والقلب، وبيهيئنا لمواجهه الخطر المرتقب. فيقوم عامل ايه بقى؟ بينقلنا من وضع الفنيخه اللي احنا بنبقى فيه لوضع اسمه استجابه الهجوم والفرار او الفايت اور فلايت. فيقوم مديلك حقنه ادرينالين كده، وده اللي بيهيئك لاتخاذ القرارات اللازمه للنجاه بحياتك. فيقوم مزود معدل نبضات القلب، فالدم يوصل اسرع واكتر للعضلات، فجسمك يحتاج اكسجين، فتتنفس اسرع عشان تبقى جاهز لتكوين رد فعل لموقف الخطر، يا المواجهه يا الفرار. فتلاقي نفسك يا حبيبي كده عمال تنهج وتعرق وواقف مش على بعضك، ركبك بتخبط في بعض، موقف مرعب. ده اللي بيحصل في الخوف العادي، لكن المشكله في نوبه الهلع ان ده بيحصل من غير اي سبب منطقي، وجسمك بيفعل استجابه الهجوم او الفرار دي بدون اي داعي. الناس اللي بتعاني من القلق دايما بتحاول تهرب، بس مش بالضروره تهرب عشان خايفين، لا، هم بيهربوا من فكره الخوف نفسه، بيهربوا من الموقف او المكان اللي سبب لهم الخوف ده، وعقلهم بيرفض بشكل قاطع فكره ان اللي بيجي لهم ده ما هو الا قلق، وتطور مع الوقت وتحول لنوبات هلع، وممكن كمان يكون بدأ يخش على اكتئاب، لانه ما بيكونش معرف اللي بيحصل له ده على ان دول شويه قلق. ده بيروح يزور كل الدكاتره في كل الاقسام ويطمن على القلب والمخ ويعمل كل التحاليل عشان بس يتاكد ان الله، طب ما هو كويس اهو، امال في ايه؟ بل ان في ناس بتروح كل يوم نفس المستشفى لنفس الدكتور بس عشان يطمنهم ويقول لهم انتم كويسين ما فيكمش حاجه، لكن حتى لو كل شيء سليم هم برضه ما بيحسوش بالامان. فده بيدفعهم ان هم يتجنبوا اي موقف او اي مكان يؤدي بيهم لاي ذكريات مؤلمه، وبتتحول الحياه زي ما قلنا لمجرد الهروب من الخوف نفسه، وده اصعب بكتير من الخوف من سبب محدد وواضح. فبيعتزلوا كل حاجه بقى، الاماكن والناس والخروجات، وبيفضلوا حابسين نفسهم في البيت علشان بس ما تحصلش حاجه تضغط على زرار الانذار في مخهم وتفعل نوبة هلع جديدة. فاللي بيعاني من اضطرابات قلق أو نوبات هلع أو حتى داخل على اكتئاب، ده مش محتاج مطيبات، ده بيبقى محتاج معالج أو طبيب، لأن القلق زيه زي أي مرض، ليه أعراض وليه أسباب وليه علاج. لأن القلق زيه زي الضغط والسكر وزي السخونية والإنفلونزا، وبيحتاج في معظم الأحيان لأدوية زي أدوية القلب والكوليسترول، لأنه ببساطة خطر بيهدد الحياة. وزمان قبل ما يخترعوا أدوية خفض الحرارة كانت شوية حمى ممكن تموت ناس. فالعلاج النفسي وأحيانا العلاج السلوكي المعرفي بيساعد الناس إن هم يرتبوا الخرابة اللي تبقى حصلت في العقل، والتعرف على حقيقة نوبات الهلع بيكون بداية الطريق للعلاج. حاجتين بيعتبروا من الحاجات الغريبة جدا واللي ما زلنا بنؤمن بيها لحد اليوم، اعتبار الأمراض النفسية والعصبية وصمة عار، وبيتخلط دايما ما بين الاضطراب النفسي والمرض العقلي. فبيتم معاملة المريض النفسي من قبل المجتمع على انه ممسوس او محسود، فبيبدأ يتوجه للعلاج الروحاني بدون اي تحسن ملموس، بل وبيفقد احيانا الامل تدريجيا لحد ما بيوصل مرحلة الذروة. والذروة دي عند المتخصصين كلمة مرعبة ممكن توصل المريض لمرحلة اليأس من سبب وجوده في الدنيا دي بحالها اصلا. باختصار شديد، الفرق ما بين المرض النفسي والمرض العقلي ان المصاب بالامراض النفسية زي القلق، زي نوبات الهلع او الاكتئاب والوسواس القهري، بيكون مدرك تماما ان هو مش كويس، بينكر المرض بس هو حاسس ان هو مش مظبوط، في حاجه مش طبيعيه ومتوحشه جدا جواه لكنه مش عارف هي ايه بالظبط. لكن المصاب بالامراض العقليه زي السكيزوفرينيا على سبيل المثال، وهو انفصام بيضم ضلالات وهلاوس في بعض الاحيان، او البارانويا جنون الارتياب، فهو مش بيكون مقتنع اساسا ان في حاجه غلط، بل بالعكس هو شايف حاجات وبيسمع حاجات لو انت مش سامعها او مش شايفها فانت اللي فيك حاجه مش هو، ببساطه لانه مصدق جدا اللي هو بيشوفه وبيسمعه. لكن في شعره بسيطه جدا ما بين المرضين، كل واحد منهم ممكن يتاثر بالتاني بسهوله شديده جدا، بل ان مضاعفات ممكن تزيد اسرع لو المريض ده نفسه ما اتلحقش بالعلاج المناسب. كل اللي فات بيقول لنا ان احنا لازم نزداد وعيا باهميه الصحه النفسيه والعقليه، واننا نسلط الضوء على اننا مع مطحنه الحياه، خاصه في الايام المقندله اللي احنا فيها دلوقتي، والاعباء والتحديات اللي بتزيد كل دقيقه. ده بيعرضنا كلنا على الاقل للتوتر او للقلق، واللي مع التراكم ممكن تتطور الامور لمرحله احنا مش عايزين نوصل لها. فالقلق ونوبات الهلع مش مجرد اعراض، دي معركه يوميه المريض بيخوضها مع نفسه، ومفيش حد في الدنيا خالي من القلق، كل واحد مننا عنده اللي بيخاف منه. فما تستخباش من نفسك واطلب المساعده من حد انت متاكد انه فاهم، واسعى للعلاج لانك تستحق انك تعيش مش خايف. المرض مرض وليه علاج، اما الاساطير فبتعيش وبتموت وما بيصدقهاش غير الجهله او الاغبياء. لو عندك تجربه مع القلق او نوبات الهلع احكي لنا عنها، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ونشوفكم الحلقه الجايه. محمد عرفات.